ازيكم وعاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. كل سنه وانتم طيبين في ايام مفترجه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا جميعا رمضان، اللهم امين. لفقودين المفقودين، ايام خير كلها وسعاده على الجميع يا رب ان شاء الله. هنعمل مع بعض النهارده وصفه حلوه قوي انا بعشقها جدا. هنعمل بانيه مشوي. الوصفه دي سهله وسريعه وحلوه، وصدقيني هتعجبك عن البانيه اللي هو بيتقلي ده كتير قوي 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 لو انت لسه ما جربتيهوش. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا مع بعض. اول حاجه معايا نص كيلو بانيه، طبعا انتي حسب عدد افراد اسرتك نص او كيلو. معانا هنا المكونات بقى بتاعته، هي معانا معلقتين عسل اسود، ده بديل لدبس الرمان، هو اساس المكون بتاعه دبس الرمان. هتقولي لا، هقولك جربي حطي فيه دبس رمان هيوديهولك في حته تانية خالص. ما عندكيش حطي معلقتين عسل اسود. معايا طماطمايه مبشوره، معايا ميه بصل. ميه البصل دي بتفرق معاكي كتير جدا، لو انت حابه تستغني عنها استغني، بس بتفرق معاكي في الطعم قوي. ومفروض معلقتين زبادي او لما مفيش لبن رايب، او معلقتين لبن زي ما انت شايفه كده. ومعايا بقى التوابل بتاعته. معايا ملح، توم باودر، كل دي معلقه صغيره. ملح، توم باودر، بابريكا، بهارات فراخ، بصل باودر، فلفل اسود، وزعتر. الزعتر هيفرق معاكي كتير قوي في الوصفه. لو انتي مثلا ما عندكيش متوفر حاليا ميه بصل او اللي هي طماطمايه مبشوره، ممكن تلغيها عادي وتشتغلي على التوابل الجافه، بس هتزودي معلقتين زيت عشان خاطر بس تضطر التوابل معاكي وتخليها تمسك في الفراخ. خليكي معايا. هتجيبي البوله بتاعتك تنزلي فيها بكل التوابل الجافه، وهتنزلي بعد كده بالطماطمايه المبشوره، ميه البصل، واللبن، والعسل. طبعا قلنا بديله دبس الرمان بيودولك في حته تانية، بس برضو العسل بيديكي نفس التكنيك على فكره، عادي جدا يعني مفيش مشكله. وهنحط ملعقه خل، وتقلب المكونات دي في بعضها. قلبت المكونات بقى في بعضها كويس جدا كده، تنزلي بقى بقطع البانيه وتقلبيها فيه كويس جدا، وبعدين تغطيها وتسيبيها في التلاجة اقل حاجه ساعتين. ممكن تشتغلي فيها قبل الساعتين على فكره، بس يعني ممكن اللحمه من جوه ميبقاش مستوي معاكي 100%. ساعتين ونرجع لها تاني. بعد كده بقى هتجيبي الطاسه بتاعتك او الجريل ايا كان اللي عندك يعني بتستخدميه. تحطي نقطه زيت او زبده اي حاجه اللي عندك يعني، وتجيبي بقى قطعه البانيه تصفيها كويس كده وتنزلي بيها كده تسمي الله لحد ما تاخد لون معاكي بقى من الجنبين. عايزه تغطيها بس اول دقيقه ماشي، مش عايزه خلاص انزلي بيها كده زي ما انت شايفه. ريحتها اصلا تحفه. بصي بقى هنا اول ما خد لون قلبته الناحيه التانية كده، ياخد اللون ده معاكي كده او غمقيه سنه كمان براحتك مفيش مشكله. بعد كده تطلعيه بقى على مناديل. وده بقى الشكل النهائي للبانيه. بصي شويه بانيه اقسم بالله تحفه. بصي انا باكله كده، انت ممكن تعملي معاه. انا بحط المكرونه وبحط البانيه واحط زبادي، سلطه زبادي، اي مقبلات بقى عندك ايا كان المتوفر. سهل وسريع وبيليق على حاجات كتير جدا، مكرونه، رز بسمتي، مكرونه وايت صوص، اي حاجه تتخيلوا كده، في عيش تورتيلا وتحطي عليه خس بقى ومش عارفه ايه. وصفه حلوه وسهله وسريعه، ولو جربتيها بطلي البانيه اللي هو بيتقلي ده خالص، صدقيني ما بقاش حلو بقى. اشوفكم في فيديو جديد، يا رب الفيديو ده يكون عجبكم،